السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا النهاردة قلت ايه هعمل اكل ايه المهم ايه، لقيت الجو تراب وعفرة والدنيا حر جدا، فقلت هعمل حاجة خفيفة. المهم جبت ايه كيلو ربع رز، وقلت هعمل لهم ايه حبة كشري كده بعدس اصفر وقوطة مخللة. على فكرة القوطة المخللة دي بتبقى طعمها جميل جدا بالثوم. نزلت بقى ايه بالكيلو الا ربع رز، وكنت جايبه ربع كيلو عدس اصفر. كان نص كيلو خدت منه، يعني ما كانش اللي كان في الكيس ما كانش ربع، كان اكتر من ربع كيلو. هنزل بقى ايه بشويه العدس بتاعي، يجي ربع كيلو كده عدس على الكيلو الا ربع الرز، واقلبه كويس. وبعدين هكون محضره الحله بتاعتي بقى. هنا بقى طبعا الاول هخلي القوطه الطماطم يا حبايبي، انا عملتها المخلله بالثوم، المفروض بفلفل اخضر، انا ما كانش عندي فلفل اخضر. المهم حطيت شطه بدل الفلفل الاخضر. اسفه. هنا بقى كنت محضره الثوم بتاعي اهو، هنزل بحبه الشطه وملح بسيط، لان الثوم دوت انا مخزناه، وما بخزنه لازم احط له ايه ملح، فمش هحط ملح كميه علشان خاطر ايه ما يعملش. ونزلت بحبه كمون، ونزلت بشعرة ملح صغيرة عشان التوم قلت لكم داخله ملح يا حبايبي. انا المفروض بتتعمل بفلفل اخضر، انا ما كانش عندي فلفل اخضر. يعني هي ايه يعني مش هعمل طبعا حاجة هتقعد، لا ما فيش حاجة هتقعد، الزمن ده ما فيش حاجة هتقعد يعني. ومش هقول لكم الاكل خفيف وكده. انا خلصت الطماطم بتاعتي خللتها بقى، وهروح على الكشري اسويه اهو يا حبايبي. نزلت طبعا بشويه زيت، هو بيتعمل بزيت، اللي عايز يعمله بسمنه بلدي براحتكم يعني، دي حاجه ترجع لكم انتوا، كل واحد ايه واكله. ونزلت بقى ايه بحط الرز على العدس في الحله، وهقلبه بقى كويس. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اصحابه وعلى متاسفه يا حبايبي، مش عارفه شرقانه ليه، حد بيجيب سيرتي يحتار حيرتي. نزلت بقى طبعا بفلفل اسمر وحبه كمون وهقلبهم بقى كويس كده على النار. وبعد ما بقلبه شويه طبعا ايه بحضر الميه اهو. هنا نزلت بالميه بتاعتي. انتوا عمالين بقى تقولوا الست دي بتروح فين النسيبه دي؟ انا اسفه بجد بجد اهو يا حبايبي. بصوا هقلبه بقى كويس، اكله خفيفه وجميله. وحمرت جنبي منها طبعا ايه بطاطس اهو يا حبايبي. شفتوا بقى اكلي بعد ما خلص، وكنت محمره بطاطس اهي. طبعا عملت بطاطس محمره وكده، اكله خفيفه وتاكل. على فكره الاكلات دي بتاكل جامد قوي قوي قوي. جنبنا فرح، عقبال يا رب كل من كان، عقبال بنتي وجميع البنات يا رب. وما تنسوش تشتركوا في القناه.